كيقول لك السي بن كيران بان المدونه ما خصهاش يدخل في الشريعه الاسلاميه. واش كيعرف بعدا شنو هي الشريعه الاسلاميه وشنو فيها؟ الحزب العداله والتنميه 10 سنين هو في الحكومه، دار الشريعه الاسلاميه واحكام الله دارها كيف هي في الشريعه الاسلاميه. هذه 1400 عام عند الفقهاء. الخمر محرم في الشريعه الاسلاميه. شحال ديال الملايير ديال الدرهم دخل بن كيران من الولايه الحكوميه ديالو ديال الخمور، وشحال دخل العثماني، شحال دخلوا في 10 سنين من الضرائب ديال الخمور، الملايير ديال الدرهم. الميسير شحال دخلوا منه، شحال دخلت منه الدوله. ما حتى حد ما قال لنا انه بن كيران ملي كان في الحكومه او الحزب انه منع العاب الحظ ابدا. الحدود، قطع يد السارق والرجم بالحجاره، هذه من صميم الشريعه الاسلاميه. عمر بن كيران دارها، عمرو طالب بها انها تكون الا كانت كتهمه الشريعه. كتبان له الشريعه غير في النساء والاطفال، لانه هما بالنسبه له الحيط القصير اللي كيتعداو عليه. وهذا الفقه ديال القسوه ولا انسانيه اللي متشبتين بها هاد الناس راه مسلط غير على جسد المراه والطفل. ومنذ البدايه هذه 1200 سنه من تاسس الفقه الاسلامي وهو في هذه الحاله المزريه. شهاده المراه، ياك الدوله دابا سوات بين شهاده المراه وشهاده الرجل، على هذا ماشي مخالف لصريح الايه القرانيه اللي كتقول لك خاص يكونوا جوج ديال النساء عسى ان تذكر احداهما الاخرى. ما تحرك لا بن كيران لا الحزب ديالو وما سمعناش لهم صوت، وهذا مخالف للشريعه. فين عمر شاف بن كيران في الشريعه الاسلاميه النساء يوليو عدول؟ الدولة المغربية ردت النساء عدول، ما سمعنا لهم صوت، ما خرجوش في مسيرة مليونية باش المرأة ما تكونش عدول. ما كاينش في الشريعة، هذا مضاد للشريعة الإسلامية. ويقول لي هاد الناس هادو يقولوا لي فين كاين في الشريعة الإسلامية أن المرأة كتولى القضاء وكتصيفط المجرمين للحبس؟ فين عمرو كان في الشريعة الإسلامية؟ ولكن في الدولة المغربية كان عدد كبير ديال القضاة هما نساء، ونموذج ديال النزاهة ونموذج الحكمة. وعمرهم ما داروا مسيره مليونيه باش المراه ما تكونش قاضي. هذا مخالف للشريعه الاسلاميه. في الشريعه الاسلاميه الشرط الاول لتولي مناصب الدوله هو الذكوره والعقل. العقل ان يكون ذكرا عاقلا باش تولى مناصب الدوله، ماشي امراه. والحديث البخاري راه واضح عندكم انتم اللي كتقدسوا البخاري وتنطلقوا منه. لا يفلح قوم ولوا امرهم امراه. اذا علاش ما يخرجوش مسيره مليونيه ويطالبوا بالشريعه بما ان مسلطين على النساء؟ يردوهم للديور. واول النساء هما ديالهم اللي كان عمر بهم بن كيران البرلمان وكيتقاضاو 3 مليون ونص. ودابا راهم مفرقين في الادارات العموميه ومختلطات بالرجال. وهذا كله حرام في الشريعه الاسلاميه. الا بغيتوا الشريعه الاسلاميه وكيسافروا بوحدهم، فين كاين في الشريعه الاسلاميه ان المراه تنوض تسافر بوحدها؟ بما ان بن كيران كيهضر على الشريعه الاسلاميه وما بغاش المدونه تكون مخالفه للشريعه. ايوا نفتحوا هذا الباب ونتحاسبوا مع بن كيران شنو دار في الشريعه الاسلاميه. بركه من الضحك على اذقان الناس والكذب على الشعب المغربي. راه ماشي هكا المغرب غادي ينوض على رجليه، وماشي هكا المغرب غيهز الراس بين الشعوب والامم، وماشي هكا غادي نحققوا النهضه اللي كنحلموا بها. زواج بنت التسع الشريعه الاسلاميه. والبخاري ديالكم اللي نتوما كتقدسوه، ايوا سير دير زواج بنت التسع. راك شفتي هذاك السلفي المتطرف اللي عنده مدارس قرآنية في مراكش وفي المغرب، لما قال يجوز زواج بنت التسع كيفاش مشى هربان للسعودية وقضى بها سنوات، وكيفاش أغلقت عدد من المدارس. ايوا نتوما 10 سنين وانتوما في الحكومة وما درتوش لنا زواج بنت التسع اقتداء بما يقوله البخاري. ثم كيزيد يكذبوا على الناس ويقولوا لهم راه الحركات النسائيه وكذا كيقولوا القاصرات لا تستطيعن ان تلدن. جميع الناس عارفين ان القاصر يمكن ان تلد، ولكن شنو كيقولوا لك هذوك الناس؟ كيقول لك لا تستطيع ان تتحمل المسؤوليه العائله لان ما عندهاش النضج النفسي والعقلي. ما نبقاوش نكذبوا على الجمهور وعلى المغاربه. ولهذا كيتعرضوا للعنف القاصرات اللي كيزوجوهم ظلما وعدوانا قبل السن القانونيه. والحزب العداله والتنميه ما عمره ما تدخل باش ينقذهم من العنف، وعمره ما تدخل باش يوجد لهم المدارس ويطالب لهم بالبنيات التحتيه في البوادي باش يقراو ابدا. هو باغي يجوجهم باش يتعرضوا للاغتصاب والعنف ويرجعوا مطلقات باطفال. اذا ماشي الا القصير قادره تحمل راه غادي نعطيوها يغتصبها شي مريض نفسي. لا، خصنا بلاصتها في المدرسه
وخصها تقرا، هذه هي الحكمه وهذه هي الحضاره. ايوا سير دير زواج بنت التسعه. راك شفتي هذاك السلفي المتطرف اللي عنده مدارس قرآنية في مراكش وفي المغرب، لما قال يجوز زواج بنت التسع كيفاش مشى هربان للسعودية وقضى بها سنوات، وكيفاش أغلقت عدد من المدارس. ايوا نتوما 10 سنين وانتوما في الحكومة وما درتوش لنا زواج بنت التسع اقتداء بما يقوله البخاري. ثم كيزيد يكذبوا على الناس ويقولوا لهم راه الحركات النسائية وكذا يقولوا القاصرات لا تستطيعن أن تلدن. جميع الناس عارفين أن القاصر يمكن أن تلد، ولكن شنو كيقولوا لك هذوك الناس؟ كيقول لك لا تستطيع أن تتحمل المسؤولية العائلة لأن ما عندهاش النضج النفسي والعقلي. ما نبقاوش نكذبوا على الجمهور وعلى المغاربة. ولهذا كيتعرضوا للعنف القاصرات اللي كيزوجوهم ظلما وعدوانا قبل السن القانونية. والحزب العداله والتنميه ما عمره ما تدخل باش ينقذهم من العنف، وعمره ما تدخل باش يوجد لهم المدارس ويطالب لهم بالبنيه التحتيه في البوادي باش يقراو ابدا. هو باغي يجوجهم باش يتعرضوا للاغتصاب والعنف ويرجعوا مطلقات باطفال. اذا ماشي الا القاصر قادره تحمل راه غادي نعطيوها يغتصبها شي مريض نفسي. لا، خصنا بلاصتها في المدرسه وخصها تقرا، هذه هي الحكمه وهذه هي الحضاره.